السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح شاهين من موقع نولر دوت كوم. نكمل تعريف الواجهة. بالنسبة هنا ده المونيتور فيو. دي الشاشة اللي أنا بشوف عليها التأثيرات اللي أنا بعملها، بشوف عليها الفيديو اللي شغال، بشوف عليها كل حاجة. مثلا أنا لو وقفت هنا زي ما احنا قلنا قبل كده في الأعداد الزمنية، مثلا بيجيب لي إن أنا واقف دلوقتي على دقيقة 39. طب الدقيقة 39 ديت في الفيديو كان فيها إيه؟ فبتلاقي ان الصوره بتاعت الثانيه، عفوا، الصوره بتاعت الثانيه 39 بتلاقيها بقت موجوده هنا. كل ما تتك كل ما هو ايه بيجي هنا. طيب لو انا تكيت هنا بلاي، ما دام بلاي يبقى هو بيعرض، اذا الفيلم كله او المقطع بتلاقيه شغال هنا، سواء كان صوره او فيديو بتلاقيه شغال. بعمل بوز خلاص بيقف. اذا ده المونيتور اللي بيعرض لي الشاشه عامله ازاي. تحتها طبعا شويه اوبشنات، يعني يمكن بس اهمها ده الريكورد. ده التسجيل لو انا عايز اسجل بصوتي بسجل من هنا اعادة تشغيل. هنا لو انا عايز اعيد الفيديو من الاول، هنا بلاي، هنا بوز، هنا ستوب. الحاجات ديت كلها طبعا موجودة في برامج، موجودة في كل حاجة، فهي سهلة عليكم يعني ان شاء الله. نيجي بقى نخش الاول بقى على الاكسبلورر. الاكسبلورر ده المتصفح، بمعنى اصح ده مكونات الجهاز بتاعي. انا بتك على الاكسبلورر يقول لي ديسكتوب. هنا البارتيشنز بتاعتي سامح واحد، سامح اتنين، سامح تلاتة. بخش عليها بتفرج واشوف اللي انا عايزه كده يعني. ده الاكسبلورر بتاعي. تاني حاجة ترانزيشنز ديت اللي هي التقليب بتاع المقاطع على بعضها. يعني انا عندي مقطعين، واحد هينتهي والتاني يبدأ. طب يا ترى شكل الانهاء والبداية هتبقى عامل ازاي؟ فمثلا ممكن اختار ان شكله يبقى عامل كده، واخد بالك الصورة ايه بتتحول ازاي للصورة بي، او ممكن يبقى كده الصورة ايه الصورة بي انه يلف كده. في بقى حاجات كتير بقى ممكن تقعد تختار زي ما انت عايز. هتلاقي عندك ملف سوني، هتلاقي فيه الحاجات ديت كلها. شوف هنا من ال بي، وهنا وهنا وهكذا. الفلاش ديت برضو بستخدمها كتير لان هو مؤثر شكله جميل اوي في الترانزيشنز بتاعته. مجرد اصلا بوقف عليها كده وبتك واسحب واحطه على الفيديو واشيل ايدي خلاص. بس هو طبعا دلوقتي العلامه حمراء لان بيقول لي مفيش فيديو اساسا. بعد الترانزيشنز عندك بروجكت ميديا. البروجكت ميديا ديت الملفات اللي انا اصلا شغال عليها. يعني مثلا انا عملت احضار لاتنين الفيديوهين او ثلاثة، او فيديو صوت وكام صورة. الحاجات دي كلها بلاقيها موجودة هنا، بحيث ان انا بشدها. والله نسيت حاجة برجع اشد تاني. اذا بروجكت ميديا ديت الميديات اللي انا بشتغل عليها بتبقى موجودة هنا. عندك بعد كده الفيديو اف اكس. ديت الافكتس بتاعتي، ديت كل الافكتس. مثلا الافكتس هنا عندك البلار، عندك اللايت، عندك الكالر، عندك كل حاجه. دي الافكتات كلها. طبعا انا هشرح الكلام ده ان شاء الله، بس احنا بنوريكم فكره ازاي. يعني يوم ما اقول مثلا افكت يبقى انت عارف الافكتات اللي بتبقى موجوده في فيديو اف اكس. اللي انا قلت هنجيب بقى ملف من اللي احنا شغالين عليه، يبقى انا كان قصدي على الايه، بروجكت ميديا. بالنسبه بقى للميديا جنريتورز ديت برضو يعني شبيهه شويه بالاف اكس، بس هي حاجات سوليد جامده. ممكن مثلا عندك هنا سوليد، صور ثابته، احمر، اخضر، اصفر. الحاجات ديت اللي هي طبعا مفيده، وهعرفكم ازاي اصلا تغيروا بيها، تعمل من مونتاج للفيلم السينمائي. شفت لو انت فاكر مثلا فيلم 300، تحس ان الفيلم اصلا محمر شويه، في درجه كده من الاحمرار. ازاي ان شاء الله تعملوها بالسوني فيجاس، هقول لكم تعملوها ازاي ان شاء الله بالسوني فيجاس. تكست باترن عندك هنا. مم، في كريدت رول بعد نهايه الفيديو، بعد نهايه الفيلم اللي انت عايزه. ماشي، لو عايز تكتب انت تكست براحتك. الحاجات ديت كلها ان شاء الله هنشرحها ازاي بيتم استخدامها يعني.